النسبة التقديرية للكرد في سوريا. يعلم كل قارئ للتاريخ بأن سوريا بخارطتها الحالية دولة حديثة نتيجة اتفاقية سايكس بيكو، حيث تم ضم الجزء الغربي من كردستان لها في هذه الاتفاقية. يقول العالم الفرنسي رينيه دوساود والمتخصص بتاريخ سوريا في كتابه الصادر سنة 1927 ميلادي: التواجد الكردي في سوريا يسبق التواجد العربي بأزمنة سحيقة، ويعود إلى ما قبل الميلاد، حيث كان الكرد متواجدون في منطقة حارم وسهل العمق حتى قبل مجيء الإسكندر المكدوني للمنطقة. أكتفي بقوله كون المصادر كثيرة جدا. حتى العام 2006 كان عدد الكرد التقريبي من عفرين إلى ديريك، ويبلغ عدد الكرد في المناطق بالكردية أكثر من 3 ملايين كردي على أقل تقدير. في نفس العام هناك معلومات مسربة من اجتماع للقيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، كما ذكر ذلك الدكتور المرحوم عبد الرحمن آلوجي في ندوة في مدينة درباسية عام 2011 ميلادي. وكانت التسريبات من الاجتماع ومفاده: نحن لا نخاف من الكرد الناطقين بالكردية، بل الخشية من الكرد الناطقين بالعربية، وعددهم 7 مليون كردي. انتهى الاقتباس من تلك التسريبات. منذ 3 أعوام وأنا على تواصل مع الكرد الناطقين بالعربية في محافظات حلب وإدلب وحماة ودرعا وحمص واللاذقية ودمشق، وتأكدت من صحة المعلومة بأن تلك التسريبات صحيحة، وأن عدد الكرد هائل في عموم سوريا. عدد السوريين في العام 2010 ميلادي كان 22 مليونا. إذن عدد الكرد في سوريا في العام 2006 ميلادي كان ما يقارب 50%. أما عدد العرب الحقيقي فلا يتجاوز 20%، وهم مجموعة من العشائر المهاجرة من شبه الجزيرة العربية واستوطنوا في سوريا. وكل من يقول بأنه عربي ولا ينتمي لعشيرة عربية فهو دخيل على العرب وليس منهم. بمعنى غالبية الناطقين بالعربية في سوريا أصحاب العيون الزرقاء أو البشرة البيضاء ليسوا عربا، بل مستعربون من بقايا الشعوب التي كانت تتواجد في سوريا. وهذا لا يعني أنهم بدون أصل، بل نسيوا أصلهم واستعربوا بعد الاحتلال العربي للمنطقة، وذلك بحجة نشر الدين الإسلامي. لذلك الكرد أكثرية وليسوا أقلية، وعلى القيادات الحزبية الكردية أن تعي ذلك جيدا، وأن تضع هذا الأمر في الحسبان في أي حوارات مستقبلية حول الحقوق القومية للشعب الكردي، وأن لا تنظروا إلى الكرد كأقلية، وأن لا نكون زاهدين بحقوق الكرد. الكاتب الأستاذ علي كولو، والإعداد سردار رامان.